السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا شباب؟ إذا ما شفت الحلقة الماضية من أنمي سولو ليفينج الموسم الثاني، روح شوفها بالأول لأن الأحداث كانت نار. بالحلقة الماضية بطلنا جين وو دخل بوابة من الرتبة سي، بس فجأة بيلاقي حاله قدام بوابة من الدرجة الحمراء، وبهاللحظة الفريق بينقسم لقسمين، الفريق الأول بيكون مع صياد من الرتبة A اللي بيرفض ياخذ أي حماية من ناس مثل جين وو، أما الفريق الثاني فبيكمل مع جين وو. لا تنسى تدعمنا بالاشتراك اللايك والشير وتوصل هالفيديو 1000 لايك. يلا نكمل الحكاية. بعد ما جين وو خلص على كل الدببة اللي كانت بالبوابة، استخدم عليهم تقنية الظلال، وبهالطريقة قدر يشكل جيش كامل من ظلال الدببة. بهالوقت صيادي الدرجة الأولى وقائد نقابة النمر الأبيض كانوا عم يستنوه برا البوابة، وبيعرفوا إنهم صاروا جواتها حوالي 3 ساعات، يعني ما يعادل 3 أيام داخل البوابة. قائد النمر الأبيض كان عارف تماما إنه الظروف جوا البوابة الحمراء حتكون قاسية كتير، وبهاللحظة دون سونغ قال أكيد جين وو مات جوا البوابة، أنا جيت على الفاضي. لكن فجأة وقف وقال اللي اسمه جين وو هاد مو عضو أساسي بنقابة النمر الأبيض، ليه سمحت له يدخل بوابتكم؟ المدير قال هو قرايبي وكان بده يشوف غارة من رتبة سي، لكن دون سونغ بسرعة مسكه من رقبته. فكرني أجدب شو اكتشفت عن جين مو هالمرة؟ بيتدخل قائد النمر الأبيض بيقول له بعد إيدك عن المساعدة. دون سونغ ضحك قال له بتقدر توقفني ليش؟ المدير عرف إنه الوضع خطير ولازم يوقفهم بأي طريقة، وإلا رح تصير معركة بين اثنين من الرتبة سي، وهون فعلا اتحدوا واختبروا قوتهم. المشهد بيرجع داخل المغارة والصياد من الرتبة A كان عم يلوم نفسه، نحن خسرنا بسبب البرد، لو كانت معداتنا معنا كنا قدرنا ننتصر. لكنه فجأة شاف أجساد الدببة اللي جين وو دمرها واستغرب، ما في ولا دبقة بني بالطريق؟ معقول يكون جين وو قضى عليهم كلهم؟ صياد من الرتبة A كان مصدوم، فجأة بيكتشف إنه جن الجليد محاصرين المكان فبيهرب للغابة. مشهد بيرجع لخارج المغارة ومساعد نقيب الصيادين بيوقف المعركة باللحظة الأخيرة. المشهد بيرجع للمغارة. الصياد من رتبة A كان مستغرب، الضعفاء هدول لسه عايشين معهم معاطف وبطانيات وخيام؟ بيواجه الصيادين وبيقول فريقي مات لانه ما كان عندنا معدات، انتوا اخذتوه لنفسكم. بيسحب سيفه وبيهددهم قبل ما يهجم. جين واو بيظهر بيطرحوا ارضا بضربة واحدة، لا تلوم غيرك على موت رفقاتك، المشاكل انت اللي جبتها معه. فجأة جن الجليد مع زعيمهم بيظهروا. الزعيم بيقول ما كنت متوقع اشوف شخص مثلك بين الحسالة. جين واو بيرد بغضب مين الحسالة؟ الزعيم مستغرب انه جين وو فهمان لغتهم ونفسه مصدوم كيف عم يفهمها. الزعيم بيقول اذا كنت فاهمنا هاد بسهل الامور. تابع قال لي انك خصم قوي، بس قبل ما يكمل جين وو بلمح البصر بيقطع رقبته. جين وو بينقض على الزعيم، لكن الزعيم بيتصدى له بسهوله وبيقول له شو اللي بخليك مع البشر مع انك مو منهم؟ واضح انك جاهل بحقيقتك، احنا بنسمع صوت بداخلنا يشجعنا نخلص على البشر، بس هالمره ما بيشجعني اقتله. جين وو بيبدا بشك انه هذا الصوت هو اوامر النظام، يمكن لانه صار لاعب بالنظام. الزعيم بيكمل ما في داعي نتصارع، سلمني البشر اللي معك وانا بوعدك بالامان. لكن جين وو بيرفض بشده وبيساله مين انتو؟ ليش بتقتلوا البشر؟ الزعيم بيحاول يتهرب وبيكرر كلامه بشكل غريب كانه تحت تاثير شيء. جينو بيرفض يسلم اللي معه، والزعيم بيقول له اذا كنت ناوي تعدينا نحن اكثر منك بكثير. جينو بيبتسم. فجاه جيش الظلال بيظهر من العدم، جيشين بينقضوا على بعض بكل قوته، والخسائر عم تكون من الطرفين. باقي الصيادين عم يحاولوا يهربوا باي طريقه، ما رح نقدر نساعد بشيء اذا دخلنا بالمعركه. جن الجليد عم يحاولوا يتركوا المعركه، بس جينو بلمح البصر بيقضي عليهم. ساعتها جينو بيكتشف انه الزعيم تبعهم ما كان مغرور على الفاضي، بيقول بعرف انه جنود الظلال تبعاتي خالدين، بس تعافيهم بيستهلك طاقه السحر، طاقتي ما رح تدوم اكثر من هيك. حتى الزعيم تبعهم اقوى مني بوضوح، وجينو فعلا ملاحظ هالشيء. جينو بيكون متاكد انه حتى لو قاتل مع اجريس القتال رح يكون صعب كثير، واستخدام الجنود العاديين رح يكون بلا فايده، انا بحاجه لقوه قتاليه اكبر. الزعيم تبعهم بيكون اسمه باروكا، الاثنين بينقضوا على بعض بكل قوتهم، والقتال فعلا عنيف. بلكمة واحدة باروكا بيطير جينو لبعيد، فجأة بينزل عليه كرة عملاقة من النار، والصياد بفيق من الإغماء وبيلاحظ إنه جينو بقتال قوي. جينو عرف إنه كسب شوية وقت بسبب جنود السحر، وباروكا بينقض عليه من جديد، وكيم ينقض عليه من الخلف. جينو كان متوقع هجوم كيم، بيخرج آجريس بآخر لحظة وبيعمل عاصفة من الجليد وبيخلص على كيم وبيستدعي الظل تبعه. باروكا بيعتقد إنه جينو عم يختبره ويكون معه إيرون. باروكا بيلاحظ إنه تحركات إيرون بطيئة كتير، وباقي الصيادين عم يراقبوا كل اللي عم يصير. البنت اللي وصلت مع جينو بتسألهم ليش معارك الصيادين دايما شرسة؟ بيقولوا لها هي أول مرة بنشوف هيك معركة بهالقوة. إيرو ما بيكون متحمس كتير وبيقول له لجينو هاجمني مع الفارس اللي معك. فعلا جينو وآجريس بينقضوا عليه بكل قوتهم. باروكا بقرر يقضي على ايرون اولا، بس اجريس بيكون له بالمرصاد معلم. جينو بيستغل الفرصه وبيقدر يصيب باروكا من الخلف. باروكا بيقول له انت عم تستخف فيني كثير. جينو بيعرف انه قوي بدون شك. باروكا بينقض عليه بكل قوته، وجينو بيرمي سلاحه عليه. باروكا بيقول له غبي ترمي سلاحك بوشي، بس جينو يستخدم قوه اجريس وبيرجع السلاح له وبيكسر رمح باروكا. ايرون بيستدعي جنود السحر اللي يهجموا عليه بعاصفه نار، بس هالشي ما بيكون نهايه باروكا. باروكا بيقول كيف تجرؤ تعمل فيني هيك؟ رح انهيكم كلكم. فجأة جينو بيظهر من العدم باستخدام تقنية الاغتيال ويصيب باروكا بالسلاح المسموم. ايرون بدك في الارض دك. جينو بيقول له قلت لك هي نهاية القتال. بعد انتهاء القتال بتظهر البوابة الزرقاء، بس قبل ما يطلع جينو بيقرر ياخذ السم تبع باروكا. تنتقل الاحداث لخارج البوابة، وبيكون مر اسبوع كامل داخل البوابة. المدير بيعرف قائد نقابة النمر الابيض انه كل شيء رح ينتهي قريبا، وبيقول له ممكن ترجع لمكانك، بس قائد النقابة بيقول له كيف بدي امشي واعضاء نقابتي محبوسين جوا؟ رح استنى للنهاية. فجأة البوابة بتتغير لونها من جديد. الكل بيعتقد انه الصياد كي هو اللي نجح، بس بايك بيتفاجئ لما بيلاقي الصيادين
الناجين الرتبة E والرتبة B هن اللي طالعين، ويسأل عن باقي الصيادين. المدير بيفرح لما بيشوف جينو وبيقول ما خاب ظني فيك. البوابة بتختفي وبايكي بيسأل عن باقي الصيادين وعن الصياد كون، كيف أصحاب الرتبة المنخفضة هن الناجين، شو اللي صار هنيك بالضبط. جينو بيقرر ياخذ البنت اللي معه للبيت، بس بايك بيقول له استنى شوي عندي أسئلة لك. جينو بيقول له أنا تعبان كثير اليوم، اسأل أعضاء نقابتها. بايك بيعصب بيقول له هالشي ما كان طلب بل أمر. بايك بيعيد سؤاله لكن بتهديد. في المغارة كان في 6 أعضاء نقابتي مفقودين، وبصفتي رئيسه مسؤولتي أعرف شو صار فيهم. جينو بيقول له معك حق، بس أنا اللي أنقذت العضوين الثانيين، مسؤولتك تشكرني أول. بايك بيقول معك حق فعلا بشكره. بايك بيسأل الصيادة مين هالشخص بالضبط، واضح عليه إنه متضايق. الصيادة بتقول له مزاجه تعكى بعد ما هزم الزعيم، ممكن بسبب الإرهاق. بايك بيقول للمدير جينو فعلا بيوصلها وبيتوعد انه تعتمد عليه بالمغامرات الجاي. جينو بيعرف انه ما مر يوم كامل هنا، وبيقدر يحصل سلاح باروكا، وانه هاي المكافأة الوحيدة اللي طلع فيها لانه فشل انه ياخذ ظل باروكا بعد 3 محاولات. وبس هيك يا صاحبي، لا تنسى اذا عجبتك الحلقة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس لتوصلك كل جديد. استنونا بالحلقات الجاية. سلام.